يا جماعة كلمتين واقفين كده في زوري واستحملوني معلش. أنا جاية أتكلم النهاردة عن هزيم. للناس اللي ما تعرفش هزيم بلوجرز مشهور على الفيسبوك. يمكن عنده صفحة عليها يمكن مليون متابع، وهو شخصية، هو عايش بره، وهو شخصية متزنة، شخصية سياسية، شخصية حيادية، شخصية محبة لوطنه، بيقول رأيه بصراحة. وفي بعض الموضوعات اللي ما بتعجبش ناس تانية فبيطلعوا يهاجموه. مش بس علشان ما بتعجبهمش المواضيع، علشان بيحبوا ياكلوا عيش على حسابه. يعني بيحبوا يعملوا ريتش على حسابه، فيقوموا جايبين سيرة هزيم وشاتمينه. وعلى فكرة يعني كنت بعدي ماشي مع ان يعني الولد ما بيقولش حاجة، وهو شاب مثقف وواعي وحيادي وبيحب وطنه، وبيقول رأيه بمنتهى الصراحة من غير ما يجمله، من غير ما يزوقه زي بقية الناس يعني. ومع ذلك تلاقي بعض الصفحات الصفراء واللي هم اللي عايزين يعملوا ريتش على حسابه وياكلوا عيش ويروحوا جايبين في سيرته وشاتمينه. ليه يا حبايبي كده؟ يعني من بعد يعني مثلا اخر موضوع اتكلم فيه اللي هو موضوع مكاري. طب جاب سيره مكاري وقال يا جماعه انا ما رضيتش اتكلم غير بعد ثبوت الواقعه، وعلشان ما يقولوش ان انا متحيز طرف ضد طرف. وفعلا الواقعه دي حصلت، وحتى المدرب النهارده يعني منتشر خبر على السوشيال ميديا ان هو ايقفوا المدرب ده 6 شهور. وقال انا نفسي لما كنت في مصر وكنت لابس سلسله عليها حاجه زي صليب، زي مفتاح الحياه، فكانوا بيفتكروه صليب، وكانت بعض الناس اللي معاملتهم بتتغير. فطبعا قال الكلمتين دول زي ما قبل كده برضو على فكره كان بيتكلم في موضوع اللاجئين وغيره وغيره مواضيع كتير. الدنيا بتتقلب طبعا، واصحاب الصفحات اعتبروها ان هو ازاي يقول كده، وازاي يقول رايه بالطريقه، وازاي. وابتدوا بقى شنوا حرب فظيعه شنيعه عليه. اللي يقول لك ده تطائفي، واللي يقول لك ده كافر، واللي يقول لك ده ملحد، واللي يقول لك معرفش ايه، لدرجه ان في واحد شتمه شتيمه صعبه جدا، صعبه جدا. يعني مش اختلاف في فكر او في اختلاف في اراء سياسيه او فكريه او في اي حاجه، لا ده شتمه شتيمه شخصيه. ليه؟ عشان عمل ايه؟ علشان قال رايه بمنتهى الحياديه. سبتوا كل اللي بيحصل ده وماسكين في هزيم مثلا تقولوا اصل هزيم بيعمل فتنه. يعني سايبين كل اللي بيحصل في البلد او اي حاجات بتحصل في البلد من بعض العنصريين اللي هم بيتعاملوا مع الناس بمنتهى الطائفيه والعنصريه والتميز، وتقولوا وسايبين دول وتيجوا على واحد زي ده مثلا الراي تقولوا عليه ان هو بيعمل فتنه. عيب عليكم، عيب عليكم. وبعدين لو هنتكلم عن حادثه الطفل مكاري، وانا ما كنتش حابه اتكلم فيها تاني، هو طلع فيه 1000 مكاري، في ناس كتير زيه، في ناس كتير زيه. وما تقوليش يعني اصل في نوادي مملوكه للمسيحيين وما فيهاش لعيبه مسيحيين. هل يعقل ان ما فيش لاعب واحد مسيحي بيعرف يلعب من ايام هاني رمزي من 36 سنه؟ هاني رمزي اللي بنفسه قال ان انا كان في بعض ال العنصريه والتمييز، ان كان في تعصب وكان في اضطهاد ضدي. نفسه هاني رمزي نفسه قال كده في برنامج، قال دي واقلوه من المنتخب بشكل مش لطيف. يعني عادي، مش هنقول ان مصر كلها كده، مصر بخير، بس في بعض الناس اللي كده بننكرهم ليه؟ موجودين. حتى اصحاب النوادي دول عشان يبانوا حياديين، اصحاب النوادي المسيحيه دول عشان يبانوا حياديين ويبانوا ان هم كول ولطاف، بيسيبوا الامر للمدربين والحكام والاداريين، الناس اللي تحت ديت وهي اللي بتدرب الموضوع، وهم ما بيبقى لهمش دعوه. هم بيبقوا بس مجرد مالكين النادي، مالكين القناه، زي نجيب ساويرس ما كان مالك قناه اون تي في وما كانش بيتدخل في اي حاجه تخص المذيعين، وهو نفسه قال كده علشان ما يقولوش ان انا عشان صاحب القناه بتدخل. فهم سايبين الامر اللي تحتهم. حلو، فعشان كده ما بتلاقيش. لكن انت لو عايز تشوف ناس بتلعب حقيقي، طب ما تيجي تتفرج على مهرجان الكرازه في الكنائس المسيحيه وانت هتلاقي شباب بيلعب زي الفل. معقوله من 36 سنه ما فيش واحد مسيحي بس بيعرف يلعب؟ وهنسيبنا من الموضوع ده. انا دلوقتي بتكلم في موضوع هزيم. انتوا بتهاجموا لي علشان قال رايه بصراحه، علشان الراجل اتكلم بموضوعيه، علشان الراجل قال رايه بمنتهى الحياديه. بتهاجموا ليه؟ حتى برضو لما اتكلم في موضوع اللاجئين وشفنا ناس عماله تشتم فيه، وناس عماله تقول له انت كمان قاعد في المانيا، ما ترجع انت كمان لاجئ. بتقارن ايه بايه يهبل؟ يعني اللي بتقول له ارجع، انت عايزنا نطرد اخواتنا العرب، ده انت بتقارن ايه بايه؟ دول لاجئين قاعدين زي المصريين، واخدين حقوق، يمكن حقوق اكتر من المصريين، غير واحد زي هزيم مسافر بره يدرس او غيره. يعني ده غير ده، انت بتتكلم ايه ومش عارفه بتقارن ايه بايه؟ ايه بايه؟
يعني انا هزيم شخصيه محترمه، شخصيه واعيه، شخصيه مثقفه، شخصيه يعني حياديه محبه لوطنها. يعني عيب تقعدوا تطلعوا عليه كلام وتقعدوا تشتموه شتيمه صعبه علشان قال رايه في الموضوع. وعلى فكره هو مش اول مره، مش عشان موضوع مكاري بس اللي اتهاجم عليه، لا هو اتهاجم في موضوعات تانية كتير. ومش عارفه، لو انتوا عايزين تاكلوا عيش كله عيش على حسابكم، ما تاكلوش عيش على حساب واحد واسرته، لان انتوا مش بتضروه هو لوحده، انتوا بتضروا اسرته كمان. والله عيب عليكم، عيب عليكم. يعني ما يصحش ان انتوا تاكلوا عيش على قفا اسره بحالها، انتوا بتضروه وبتضروا عيلته. لما البنت الصغيره دي تسمع ولا تقرا في كومنت لما تكبر ان ابوها اتقال عليه كذا، بتضروه ليه؟ ما تناقشوه، ما تناقشوه. انا عندي ولدين والله العظيم انا اتمنى ان ولد منهم يطلع في ثقافه ورزانه وحكمه وعقل رزين هزيم، اسفه. يعني اتمنى ان واحد منهم يطلع زيه، يعني في ثقافته وفي وطنيته وفي محبته لبلده. بتهاجموه ليه؟ عيب بقى، شكلكم وحش. احنا مش في حرب علشان كل الصفحات تشتغل عليه وعلى غيره من اي حد بيقول كلمة حق. اهدوا شوية، والله شكلكم بقى وحش.